السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. يلا مع بعض النهاردة هنعمل حاجة حلوة كده بجد هتغنيكي عن انك تشتريها من بره. هو الحليب المكثف المحلى. الحليب المكثف المحلى بره بقى بالشيء الفلاني، بقى سعره مستفز قوي. قلت خلاص هنجرب نعمله في البيت وان شاء الله هيطلع حلو جدا. بجد طلع حاجة كده واحلى من بتاع بره بكتير. يلا بينا نشوف مقاديرنا علشان ان شاء الله مش هنشتريه تاني من بره. عندي هنا الكبة بتاعتي أنا جبت الكبة دي كانت صغيرة، هاتي أنت كبة كبيرة وريح نفسك أو شفشق الخلاط. تمام. عندي كوباية من الحليب البودرة وكوباية نفس الكوباية من السكر البودرة. تمام، يعني كوبايتين كده مش هرميين ومش مضغوطين. تمام. إذا ضغطتي الحليب البودرة اضغطي زيه السكر البودرة، لكن أنا حطاهم ممسوحين. عندي هنا باكو من الفانيليا، تمام، اللي هو حوالي 10 جرام. عندي معلقتين حلوين كده من الزبدة. تمام. اي نوع زبدة عندك، لو ما عندكيش زبدة ممكن تحطي معلقتين من السمنة البلدي او اي سمنة. تمام، بس الزبدة بتديها قوام ناعم ولامع قوي. وهنضربهم مع بعض كده في الكبة او الخلاط. طبعا انا الكبة بتاعتي طلعت كده صغيرة وما نفعتش خالص، فحطيتهم كده فين؟ في شفشق الخلاط. هتشتغليهم كويس عادي جدا في شفشق الخلاط. تمام، يعني حطي من الاول في شفشق او كبة كبيرة. بس كده لغاية دلوقتي حطينا الزبدة معلقتين وكوباية من السكر البودرة وكوباية من اللبن البودرة وباكل فانيليا. تمام الكلام. بس كده وهنضربهم كويس مع بعض. وهجيب هنا تلت كوباية مية مغلية لسه نازلة من على النار حالا اهي، وهضيفها كده بالتدريج. تمام، علشان ممكن اقلل شوية. تمام، لكن على المقادير اللي انا قلتها دي تلت الكوباية المية مغلية مظبوطة جدا جدا. طبعا انا ما حطيتش ذرة ملح علشان الزبدة بتاعتي مالحة، لكن لو الزبدة بتاعتك مش مالحة يبقى هتحطي ربع معلقة صغيرة من الملح، علشان الملح بيظبط الطعم بطريقة يعني جميلة. عاوزة اقول لكم بقى ان الحليب المكثف المحلى اللي احنا عملناه في البيت ده بجد طعمه هايل رائع. انا عاوزاكم تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. تمام. لو اول مرة تشوفوني يلا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني اشعار اني نزلت الوصفة الجميلة او الجديدة. تمام، شايفين القوام بجد مظبوط قوي قوي وحاجة كده تحفة. عايزة اقول لكم الريحة والطعم ملهمش حل، حاجة كده بجد الطريقة سهلة وبسيطة وكل مكوناتها موجودة في البيت. قومي يلا جربيه، علشان ان شاء الله هنعمل من الحليب المكثف المحلى شوية صوصات تحفة. هتعملي كمان السينابون، هنضيف بس إضافة واحدة تانية على نفس المكونات اللي احنا عملناها مع الحليب المكثف المحلى، وهيبقى معاكي صوص سينابون عالمي، حاجة كده رائعة. بجد الطعم والريحة أحلى من بتاع بره بكتير. عاوزاكي تجربي وتقولي لي إيه رأيك. تمام. بجد الوصفة جميلة، وما تنسوش بقى اللايك علشان أنا عاوزة الفيديو ده يوصل لعدد كبير قوي من الناس. ماشي، الناس اللي بتشتري الحليب المكثف المحلى من بره وبتلاقيه غالي هتحطيه كده في علبة وهتحتفظي بيه في التلاجة لفترة طويلة، ولو عاوزة تحتفظي بيه فترة أطول يعني حطيه في الفريزر. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.